خلي بالك كده، ويا ريت تفصل الكهرباء، ولو انت مش قد الموضوع ما تعملوش، عشان الموضوع برضو ايه خطر فيه كهرباء وكده. تفصل الكهرباء قبل ما تتعامل في اي حاجه. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. وطبعا موقف ممكن كلنا نتعرض ليه في الصيف دلوقتي، لان احنا بنشتغل على المراوح السقف كتيره، وكل اللي يجي داخل من باب البيت يروح مشغلها. فطبعا ممكن فجاه تلاقي المفتاح نفسه باظ. ده مفتاح التايمر بتاعها او مفتاح السرعات بتاعها، ممكن فجاه تلاقيه باظ. دي كانت مروحه سقف قديمه جنب الباب، فطبعا كل اللي داخل بيروح لافف لفه، وزي ما انت شايف خلاص بقى يلف يمين وشمال. طبعا لو قلت الكهربائي هيجيب لك ممكن حاجه صيني ويقول لك ايه دي بمبلغ ومبلغ كبير. وعلى انا نزلت جبت الاصليه، فتعالوا بينا نشوف هنركبها ازاي، وهنشيل القديمه ازاي، ونركب الجديده ازاي. والموضوع ان شاء الله مش هياخد منك 5 دقايق، بسيطه جدا وسهله، بدل ما تدفع مبلغ وقدره لكهربائي ولا حاجه. والحكايه بسيطه وتقدر تعملها في البيت، ما فيهاش اي مشكله. لو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناه. بنتكلم في حاجات كتيره جدا، وهتلاقي زي بلاي ليست او قائمه كامله للاجهزه الكهربائيه. انا نزلت جبته، هتلاقيه عند الكهربائيه، هتلاقيه ممكن تنزل شارع الجمهوريه، شارع نجيب الريحاني، هتلاقيه في كذا مكان من الاماكن ديت. بس حاول تجيب الاصلي اللي هو التوشيبا العربي. هتلاقي جودته حلوه جدا، وزي ما انت شايف معاه مسامير ومعاه كل حاجته، فبيبقى جودته ما شاء الله تمام يعني، وجودة كويسة، بحيث ان انت يقعد معاك يعيش فترة يعني. تعالوا بينا بقى نفك ده. نفك طبعا الغطا بتاعه خالص، وتبدأ تفك المسمار فوق او تحت. هتلاقي مسمار تبدأ ان انت تفكه عشان تشيل الوش. طبعا هنا دي كانت قديمة، فقلت كده كده ايه الدنيا تمام. هنشيل بقى خلاص كده، ده الوش اللي عندنا. هنبدأ نشيل القلب بتاع المفتاح نفسه. خلي بالك كده، ويا ريت تفصل الكهرباء، ولو انت مش قد الموضوع ما تعملوش، عشان الموضوع برضو ايه خطر فيه كهرباء وكده. تفصل الكهرباء قبل ما تتعامل في اي حاجه. طبعا السلك كان مهري خالص زي ما احنا شايفين، فقلت ايه لا نشيل كل حاجه عشان نقدر نتعامل، ويبقى الواحد شغال وايه مش قلقان من حاجه. هنبدا بعد كده نشيل الموضوع ده كله. هتفكه واحده واحده بالراحه كده. طيب زي ما انتم شايفين الحمد لله، شوف شلناه خلاص. هنبدا ان احنا ننظف كده اي حاجه عندك حته مبلوله كده، تبدا ان انت تنظف مكان المفتاح القديم، وعشان تحط الجديد طبعا ما يبقاش وراه اتربه ولا حاجه، ويبقى الدنيا تمام معانا. تعالوا نشوف بقى المفتاح كده اللي احنا جايبينه بتاع توشيبا ده جواه ايه وشكله ايه. زي ما قلنا طبعا بيبقى حاجة أصلية أحسن من الحاجات التقليد التانية. هتلاقي وانت نازل السوق هتلاقي طبعا حاجات صيني، هتلاقي حاجات كتيرة جدا، لكن يستحسن ان انت تجيب دوت. هتلاقي في حدود زي ما قلت لكم في حدود 180 جنيه 190 جنيه، فالدنيا تمام، ويبقى حاجة أصلية معاك ما فيهاش أي مشاكل. ده شكل المفتاح اهو بعد ما طلعناه من الكيس. وبرده زي الحكاية زي الموضوع القديم برده بتاع المفتاح القديم، هتفك المسمار دوت وتبدأ ان انت تطلع القلب وتركبه. بعد كده تروح مركب عليه الجزء التاني، والدنيا بسيطة مش هياخد منك زي ما قلت لك في حدود 5 دقايق. اهو بفك الحتة ديت وتركبه وتمام مفيش اي مشاكل. تعالوا بس اوريكم طريقة التوصيل ازاي، بحيث ان انت برضو يبقى عندك فكرة عن الحكاية. زي ما انت شايف كده طلعنا المفتاح، هنبدأ ان احنا نديله مسمارين كده. بس طبعا مش كل المفاتيح هتبقى حوالين داير المسامير دوت، في النص عاملين له مسمارين بس. هنبدأ ان احنا نركبه وربط عليه والدنيا تمام. وعندك طرفين هو عامل لك فيه مسمارين كده، هتوصل هنا وتوصل هنا وخلاص خلصت الحكاية. في 5-6 دقايق انت خلصت الموضوع اهو. هنبدأ ان احنا نركبه. وصلت المسمار ورحت هحط له مسمار تاني الناحية التانية، وخلاص بعد كده هبدأ اوصل السلك وخلاص على كده. نبدأ نوصل طرفين السلك زي ما انتم شايفين، ويلا بينا نجرب. ما شاء الله خلص الحكاية وخلص الموضوع بالظبط في 4-5 دقايق، وما احتاجناش لحد ولا قلت ايه تعالى يا عم. وطبعا يقول لك انا معلش انا مشغول شويه، لا مش عارف ايه، لكن الدنيا بسم الله ما شاء الله تمام. لو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناه، بنتكلم في مواضيع كتيره جدا. وما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.